النهارده انا اشتريت لابتوب كويس جدا، انا مبسوط بيه وبحبه، وبالنسبه لي ده احسن لابتوب من ناحيه كل حاجه. عشان نخلص ونقفل السيره، انا بدور في السوق واشتريت بدل اللابتوب كذا لابتوب قبل كده. طبعا السوق عندنا في مصر غرقان بالاستيراد، غرقان على اخره بالاستيراد. الحق كوراي 5 الجيل السابع، تلاقي البروسيسور يو في الاخر. الحق كوراي 7 الجيل الخامس الجيل السادس. ولكن لا، انا ما بحبش الاجيال دي، ما بحبش الاجيال القديمه. قاعده ثابته، بروسيسورات اليو هي اضعف بروسيسورات في الفئه بتاعتها. بمعنى ايه؟ ان انا عندي في فئه في الجيل العاشر اضعف بروسيسور في الجيل العاشر هو بروسيسور اليو. لكن ما تجيش تقول لي ان معماريه الجيل العاشر اضعف من معماريه الجيل السابع او الجيل السادس. ده كلام مش منطقي تماما، ولا كلام يدخل دماغ حد. انا لما دورت اللابتوب ده، انا كان معايا واحد اخوه بالظبط من كام سنه، لابتوب محترم جدا، انا عارفه، لاعب عليه وفرمه زي ما انا عايز. اللابتوب اللي معانا النهارده هو لينوفو الفي 15. اللابتوب ده على سعره وعلى الامكانيات اللي هو بيقدمها لابتوب كويس جدا. اولا طبعا ده اللابتوب بيجي 15.6 بالنسبه للشاشه بتاعته. الكيبورد فول كيبورد، ودي نقطه مهمه بالنسبه لنا. ما اعرفش مثلا في ناس ما بتحبش النام لوك ده يكون موجود، في ناس بتحب الكيبورد، في ناس بتحب اللابتوب يكون 14، لكن انا بالنسبه لي بحب اللابتوب ال 15. اللابتوب ده بيجي بمعالج كور اي 3، البروسيسور اللي فيه بالظبط الموديل بتاعه كور اي 3 1005 جي 1 يو 1005 جي 1 يو. البروسيسور ده بيجي ب 2 كور و4 ثريد، بيجي بتردد على حسب الاختبارات اللي انا عملتها كان بيوصل ل 3.5 تقريبا جيجا هرتز، بس البيز بتاعه كان 1.5. اللابتوب ده بيجي بكارت شاشه نيفيديا الام اكس 330. كارت شاشه بيجي ب 2 جيجا بايت في رام جي دي دي ار 5. كارت كان كويس جدا، انا مش تايه عنه. وخلي بالك ان احنا بنتكلم في فئه سعريه معينه بحاله معينه، وما تكونش استيراد، عشان ما ندخلش في فئه كروت الكوادرو الى اخره واللبش اللي ملوش ايه لازمه ده. نرجع لللابتوب تاني، زي ما قلنا بيجي بشاشه 15.8، بيجي بفول كيبورد، الجسم بتاعه بلاستيك بالكامل. الخامات طبعا مش احسن حاجه، بس اللابتوب ماسك نفسه للامانه. الهنج بتاعه انا عارفه لان انا استخدمت اللابتوب ده فتره كبيره. الهنج بتاعه محترم جدا جدا جدا. جسم اللابتوب او وزن اللاب خفيف، يعني ما تحسش بيه وانت شايله مثلا في شنطتك ولا حاجه. هتلاقي وزنه خفيف كويس. الحاله العامه للجهاز ده لما انا اشتريته كانت حالته ممتازه. طبعا اللابتوب ده محتاج يتفك ويتنضف ومحتاج يتروق عليه كده. هنعمل فيديوهات نتكلم فيها عن صيانه اللابتوب، وهعمل فيديو مخصص ازاي نشتري لابتوب. بالنسبه للينوفو الفي 15، الجهاز ده بيجي سماعاته الداخليه سماعات كويسه. بالنسبه للمداخل بتاعته، فاحنا بيجي عندنا السوكت بتاع الشاحن بتاعه، ده انديكيتور خاص باللمبه بتاعه الشحن. مدخل اتش دي ام اي 3، مدخل يو اس بي. من ورا عندنا اللابتوب ما بيجيش فيه اي مداخل، فتحات الاكزوست بتاعته بس، بتاعت التهويه بتاعته. بالنسبه للمدخل الثاني، فدي حاجه كويسه قوي على لاب في السعر ده، ان هو بيجي فيه مدخل اس دي كارد بالحجم الكامل. وطبعا بيجي فيه سوكت 3.5 مللي بتاع السماعات، ده للاسف ما عادش موجود في الباك كتير دلوقتي. وطبعا في عندنا هنا البن او الزرار اللي بنعمل منه بوت للجهاز او بنخش على البايوس. معلومه مهمه، لابتوبات لينوفو ما بتخش على البايوس لا بديليت ولا باف 12 ولا باي حاجه. لازم تفصل الجهاز خالص، وبحاجه رفيعه جدا تدوس على الزرار اللي موجود هنا ده، زي اللي بنطلع بيه الدرج بتاع الخطوط في التليفون. هنا موجود زرار بتدوس عليه، الجهاز بيبتدي يقوم يديك خيارات. انت عايز تعمل بوت، عايز البايوس، نورمال بوت، مفيش مشكله. خلي بالك ان الجهاز ده بيجي منه بروسيسورين، هما الاثنين كور اي 3، هما الاثنين الجيل العاشر. بس في ال 1005 جي 1، وفي بروسيسور تاني بيجي، وفي بروسيسور تاني اللي هو ال 10135. خلي بالك ده ليه مميزات وعيوب وده ليه مميزات وعيوب. ال 10135 يعني في الاداء يغلب سنه بسيطه خالص، طبعا ما يزعلش في حاجه. لكن الجي 1 فيه ميزه ان معماريته احدث، استهلاكه للطاقه اقل. بطاريه الجهاز ده في المتوسط بيقعد من 3 ل 4 ساعات على البالانسد مود، على الباور سيفر بتعدي اكتر من كده. طبعا ده يرجع لحاله اللابتوب اللي انت شاريه، وطبعا احنا هنتكلم ازاي نشتري لابتوب مع بعضينا في فيديو جاي ان شاء الله. بالنسبه للكيبورد بتاعت الجهاز، فهي للاسف من العيوب اللي فيها انها بتيجي ما فيهاش اضاءه خلفيه، هي ستيبل كده بس. زرار الباور زرار عادي فوق النام لوك، ما فيهوش اي حاجه مميزه. ما عندناش فينجر برينت. تاتش باد كان حجمها كويس بالنسبه لي، من وجهه نظري كان الحجم بتاعها كويس معقول يعني مش وحش. بيجي عندك كل الفانكشن اللي انت محتاجها موجوده فوق، حتى الفانكشن بتاعت الميديا موجوده برده في اللابتوب ده. من الحاجات الحلوه برده في اللابتوب ده ان اللابتوب ده بيجي على البورد بتاعته مدخل M.2، وانا فعلا حاطط له M.2. هقول لك على السعر بتاعه النهائي في اخر الفيديو ان شاء الله.
انا ركبت له ام دوت 2 240 جيجا عشان احط عليه النظام واحط عليه شويه الحاجات اللي انا محتاج اوسعها. اللابتوب بيجي من الشركه ب 4 جيجا رام بس وبلتي ان على البورده، وفي سلوت واحد بس فاضي للرامات، انا حاطط فيه رامه 8 جيجا، باجمالي الرامات بتاعت اللابتوب ده 12 جيجا. اللابتوب بيجي فيه مكان وبيجي من المصنع بتاعه او من شركته لو انت اشتريته بحالته، بيجي بهارد 1 تيرا من توشيبا. هارد كان كويس مش وحش، الاداء بتاعه كان كويس. طبعا السرعه العاديه خالص بتاعت الاتش دي الميكانيكال. انا ركبت له ام دوت 2 240 جيجا. البطاريه بتاعته بتقعد حوالي من 3 ل 4 ساعات على حسب الاستهلاك بتاعك زي ما قلنا قبل كده، ولو انت عملته على الباور سيفر هيقعد معاك اكتر من كده. الشاشه بتاعته 15.6 اي بي اس ليفل، شاشه عاديه ما تستناش منها كتير، هتديك الوان كويسه، هتديك سطوع تحت الشمس مش احسن حاجه، ولكن الى حد ما هيديك سطوع كويس. تحت الشمس هتعرف تشوف انت بتعمل ايه، بس مش هتعرف تستمتع بالالوان. لكن في اضاءه داخليه مغلقه لا، انت هتستمتع بالصوره وهتلاقي الوان جميله جدا. المداخل اللي فيه مداخل عاديه خالص، يعني ما فيهاش حاجه زياده وما فيهاش حاجه اقل. بالنسبه للاداء العام للجهاز، طبعا الجهاز زي ما قلت لكم انا مجربه قبل كده فتره طويله. بالنسبه نيجي نبص هنا مثلا عندنا، طبعا انا شغلت الاو بي اس ستوديو عشان بسجل بيه، فطبعا ده هياثر شويه على الاداء بالذات في الاجهزه اللي زي دي. طبعا زي ما اتكلمنا الاي 3 ال 1005 الجي 1 بيجي بتردد ثابت 1.2 جيجا هرتز بس بيوصل ل 3 وشويه، الرامات 12 زي ما اتكلمنا. بالنسبه لمساحه التخزين الداخليه فانا ركبت في الجهاز ده ام دوت 2 240 جيجا، قسمته على ديسكين، ديسك 100 جيجا وكان ديسك 136 جيجا. ده الهارد الواحد تيرا اللي فاضل فيه. طبعا زي ما اتكلمنا ان كارت الشاشه اللي على اللابتوب وهو الام اكس 330 بيجي ب 2 جيجا بايت جي دي ار 5 which كانت كويسه جدا في الاداء او في الفئه السعريه دي. ابعد عن كروت الكوادرو، ادائها مش وحش في الالعاب ولكن مش موجهه للالعاب بحد اقصى، مش هتستفاد منها. وبتلاقي تاجر الاستيراد يقول لك الحق ده الكارت ده 4 جيجا هتاخد منه معرفش ايه ومعرفش ايه ومعرفش ايه. انا بالنسبه لي كارت الكوادرو موجه لفئه صانع المحتوى، حضرتك مش صانع محتوى، فانا شايف ان الكارت الكوادرو مش هينفع معاك. بالنسبه للشاحن بتاع اللابتوب فهو بيجي الشاحن بتاع لينوفو العادي، موجود عندي لابتوب لينوفو تاني موجود معاه نفس الشاحن برضو، بس التاني كان اقدم شويه جيل سابع وعليه كارت 940 ام اكس. الشاحن طبعا بقوه 65 واط، الشاحن خفيف جدا مش هتحس بيه وانت شايله، مش هيضايقك في حاجه، مفيش فيه اي مشاكل. الشاحن بسيط جدا، والسوكت بتاعه طبعا سوكت لينوفو المعروف في اللابات اللي زي دي. نيجي نتكلم شويه بقى عن الاداء بتاع الجهاز. هنتكلم بالنسبه لاداء الجهاز. بالنسبه بقى لاداء الالعاب، فلعبه ليج اوف ليجند على 1080 وفيري هاي سيتنج كانت جايبه 93 فريم، سي اس جو على 900 بي وميكس سيتنج كانت جايبه 95 فريم، فالورانت على 1080 ولو كانت جايبه 89 فريم، جي تي اي في على 1080 ونورمال سيتنج كانت جايبه 60 فريم، فورتنايت على 1080 برفورمانس مود كانت جايبه 75 فريم، فيفا 23 على 720 ولو سيتنج كانت جايبه 35 فريم، بابجي ستيم على 1080 وفيري لو سيتنج كانت جايبه 30 فريم، فورزا 5 على 720 وفيري لو سيتنج والاف اس ار كانت مقفوله على 30 فريم، هوجوارتس ليجاسي على 1080 ولو سيتنج كانت جايبه 24 فريم، واخيرا ريد ديد ريديمشن 2 على 720 ولو سيتنج كانت جايبه 33 فريم. يبقى ملخص نهائي، انت هتدفع قد ايه وهتاخد في مقابلهم ايه؟ انت هتاخد لابتوب كويس هيكفي كل احتياجاتك اليوميه، بالاضافه الى شويه العاب الى حد ما مش قويه جدا ولكن هتعرف تلعب عليه لو انت نفسك تلعب لعبه شويه ولا تتسلى ولا حاجه. هتاخد بطاريه كويسه وحجم كويس، هتاخد شاشه 15.6 بمعدل تحديث 60 هرتز، هتاخد لابتوب خفيف بشاحن خفيف. بالنسبه للاسعار فاللابتوب ده سعره بيتراوح ما بين ال 9500 جنيه لحد ال 11000 جنيه. انا عن نفسي اللابتوب اللي معايا ده كنت شاريه ب 9800 جنيه برامات 12 جيجا وهارد 1000 جيجا اتش دي دي. اشتريت له كمان ام دوت 2 ب 1000 جنيه، ال 240 الليكسر الان ام 620 اللي احنا عارفينه اشتريت له واحد حطيته فيه. يعني اجمالي اللابتوب ده بعد الام دوت 2 وقف عليا ب 10800 جنيه. على فكره ممكن تلاقي احسن منه بسعر احسن منه. انا عندي واحد صاحبي ربنا كرمه واشترى اخوه بس الاي 5 مش الاي 3، وكان فيه الاس اس دي بتاعه وكان شاريه ب 10 ونص. وما تخافش مش هقول اسمك اسف. في النهايه يا رب يكون الفيديو عجبكم، مستني رايكم في الكومنتات وما تنسوش اللايك والسبسكرايب وصلوا على النبي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.